أما تكون بتاخد قرار عشان تغير حياتك وتغير عقليتك وتبتدي طريقك للوعي، ما ينفعش تتشافى في نفس المكان اللي انت كنت مريض فيه. ما ينفعش يبقى أصحابك هم ما ينفعش يبقوا بنفس العقلية القديمة. اختار الناس اللي تصاحبهم على قد مستوى العقل اللي انت عايز تروح له. مش معنى ده انك تبعد عن صحابك بمعنى ان انت ترفضهم. اقبلهم زي ما هم، بس ما ينفعش تكون معاهم زي الأول. ما ينفعش تقضي نفس عدد ساعات الوقت معاهم، لأن ده بيرجعك خطوات للخلف. لو عايز تبقى بيزنس، ما ينفعش تروح تكلم موظفين عن مشاريع هم ما يعرفوهاش، وما يقدروش يعني ايه خطورة ويعني ايه مغامرة، ما يفهموهاش. هيشوفوك مجنون مجازف متهور، مش هيشوفوا فيك ان انت عندك حلم ورايح تحققه. ما ينفعش اكون انا بتكلم في فكر جديد وفي كسر تراث وعادات وتقاليد، واروح اتكلم في عائلات ما بيعرفوش يعملوا حاجة غير التجمعات العائلية الخاصة بالعادات والتقاليد. انت كده بالنسبة لهم شخص غريب. أي خطوة عايز تاخدها، اختار الصحبة والناس اللي تناسبك للمرحلة اللي انت عاوز تروح لها. القديم ما بقاش يناسبك، زي ما توبك القديم صغر عليك، كمان الناس اللي موجودة من الأول صغرت على عقلك. انت محتاج ناس جديدة، أرواح جديدة، أفكار جديدة، عشان تعرف تطلع لفوق. كل خطوة هتاخدها هتجدد معاها، وده مش نكران لحد ومش تخلي عن حد، دي طبيعة الحياة. احنا مش جايين عشان نرتبط ببعض أو نربط نفسنا بحد، احنا جايين هنا في رحلة ترقي. في ناس بتعرف تمشي وتاخد خطواتها فيها، وناس بتقف محلك سر عمرها كله، مش عارفة هي جت ليه ولا راحت ليه. لو انت صح فعلا عايز تعرف رسالتك هنا، غير وجدد واقبل التغيير.